اول حاجة هنجيب حبايتين بطاطس حجم صغير ونقطعهم صوابع، ما تكونش رفيعة، تكون تخينة شوية. هنجيب بقى بولة فيها مية متلجة، دي مية من التلاجة والاحسن تكون فيها تلج. هنحط فيها كمية البطاطس اللي قطعناها كلها. هنجيب بقى طبقين كده، هنحط نص كوباية دي في الطبق الاول ونص كوباية في الطبق التاني، معلقتين نشا في الطبق الاول ومعلقتين نشا في الطبق التاني. ربع معلقة ملح في الطبق الاول وربع معلقة في الطبق التاني، مش هنكتر ملح عشان التوابل اللي احنا هنحطها بتبقى فيها نسبة ملح بسيطة. هنحط بقى نص معلقة توم باودر وبصل باودر، نص معلقة في الطبق التاني، نص معلقة بابريكا ونص في الطبق التاني برضو. دي بقى توابل البطاطس تدي طعم تحفة البطاطس. حطيت هنا معلقة وهنا معلقة. هنا في الطبق ده حطيت بقسماط، ممكن تستبدلوه بفيجيتار او كريسبي. وحطيت في الطبق ده مية وقلبت. هنخلي الخليط مش خفيف قوي، هنخليه سميك شوية. هنبدأ بقى نطلع البطاطس من المية ونحطها في المقادير اللي هي السايلة، وبعدين في المقادير الناشفة، في السايلة تاني في الناشفة، وبعدين نحطها بقى في اي حاجة جنبنا كده، تاني في السايلة وبعدين في الناشفة، السايلة تاني والناشفة. هنعمل بقى كل الكمية اللي معانا بنفس الشكل ده. خلصت بقى الكمية كلها، نحمرها على زيت سخن على الجهتين كده يمين وشمال لحد ما تاخد لون والبطاطس تستوي. كانت طالعة مقرمشة خالص من بره وكانت مستوية من جوه، كانت طعمها تحفة. جربوها بس كده.